يبحر المراهقون في وسط المحيط وهم سعداء، ومع ذلك لا يزال كينجي يشعر بالاستياء تجاه داريوس لأنه عرض حياة بروكلين للخطر. عندما تحاول بروكلين تهدئة غضب كينجي، يبدأ كينجي بالنظر إلى بروكلين نظرة استلطاف. يعلق القارب ببعض عشب البحر، مما يدفع داريوس للنزول إلى الماء وإزالته وتحرير القارب. بعدها تقترب سمكة قرش من داريوس ويحاولون سحبه بالحبل من الماء. يعلق داريوس في الإعشاب وينقطع الحبل، ويزداد الأمر خطورة عندما يظهر موساسوروس على الرادار. ينقذه كينجي، ويبدو أن صداقتهما قد عادت. يتم بعد ذلك مهاجمة المراهقين من قبل موساسوروس الذي دمر السفينة، مما أدى إلى جرفهم إلى إحدى الجزر. يذهب الستة إلى الكهف من أجل العثور على مأوى. صباحا يرى بين شيئا لامعا، وذهب الستة لاستكشاف الأمر. يعبرون الصحراء وتبدأ عاصفة رملية في التشكل. كينجي وبروكلين غير قادرين على الرؤية ويسقطان في حفرة. أثناء محاولتهم إيجاد طريقة للخروج، يظهر جليا على كينجي محبته لبروكلين. بعد انتهاء العاصفة الرملية، اجتمعت المجموعة مرة أخرى وتوجهوا نحو الشيء اللامع ليجدوه عبارة عن لوح معدني فقط. في وقت لاحق من الليل، استيقظت المجموعة ولاحظت نمرا ذو أسنان سيفية يهاجمهم. يهرب بين لإلهاء النمر، بينما تركض المجموعة لمساعدة بين. في طريق مسدود يحارب بين النمر، لكن كينجي يلحق به ويتمكنون من إخافة النمر وإبعاده. عند الشروق تبدأ المجموعة بالمسير إلى داخل الجزيرة. بعد أن يتعثر كينجي بقطعة معدنية، يتبع الأثر على الأرض وتتبعه المجموعة. بعد ذلك يصطدم بجدار غير مرئي ليكشف عن مدخل، مما أثار صدمتهم كثيرا. وفي الطرف الآخر من الردهة تجد المجموعة نفسها في الغابة، ويتسلل معهم ديناصور كومبي للغابة. بعد تجنب 2 من تي ريكس، يقابلون الدكتورة ماي تورنر التي تدرس كيفية تفاعل الديناصورات مع بعضها البعض، وتعيش في الجزيرة منعزلة عن العالم الخارجي لأنها لا تملك هاتفا. لم يصدقوها في البداية، وبحثوا في المكان عن هاتف ولم يجدوا شيئا، لكنهم اكتشفوا أنها تعمل في شركة مانتا كورب المعروفة بتجاربها المشبوهة. يفكرون في الهروب، لكن داريوس اقترح أن يبقيها مشغولة والباقي يستكشف المكان خارجا. بينما يصرف داريوس وسامي انتباه ماي، يذهب باقي المجموعة إلى الخارج ويجدون براد، وهو الروبوت الذي يقتل ديناصور كومبي لأنه شكل حياة غير معروف على الجزيرة. توقف ماي براد قبل أن يجد بقية المجموعة. بالعودة إلى الداخل، تشرح سامي وضعهم ولماذا لا يثقون في شركة مانتا كورب، وتخرج ماي لمراقبة عادات أكل أم الديناصورات وأبنائها، ويتبعها داريوس وسامي. لاحظت ياز أن كينجي معجب ببروكلين، وتحاول جمعهما معا، الأمر الذي أثار انزعاج كينجي. في الخارج يشاهد الثلاثة الديناصورين يبدأان في إيذاء بعضهما البعض. تحاول ماي استدعاء براد آخر يمنع الديناصورات من القتال. في الداخل يأتي براد ويعمل مسحا للمكان، وعندما يحاول قتل ياز وبين، يدمر كينجي الروبوت. اكتشفت ماي والمجموعة أن شركة مانتا كانت تغذي الديناصورات بعقار جديد لجعلها شديدة العدوانية. في هذه الأثناء يتلقى رجل تنبيها بأن براد قد تم تدميره، ويغضب معتقدا أن الديناصورات دمرته. داخل منزلها تبحث ماي تورنر عن المكملات الغذائية في طعام التي ريكس الذي اكتشفته هي والمجموعة. وبينما يلعبون الورق وفي منتصف اللعبة، تعرض ماي إعداد حساء الكستناء إذا قام شخص ما بجمع الكستناء، فتقبل ياز ذلك. أثناء جمع الكستناء تجد ياز دفتر ملاحظاتها، وتتذكر والدتها عندما تصادف رسما لها، حتى يتم محاصرتها وقتلها فجأة على يد إندومينوس ريكس وتورو وسكوربيوس ريكس وسيراتوسور. استيقظت ياز فجأة وأدركت أنها كانت تعاني من كابوس، مما دفع ماي للسؤال عما إذا كانت بخير، واقترحت عليها الحصول على قسط من الراحة، على الرغم من أن ياز ترفض وتواصل مساعدة ماي. بعدها تكتشف ماي المكملات الغذائية الموجودة داخل الطعام تجعل الديناصورات أكثر عدوانية وتمنع قدرتها على الشعور بالألم. قررت ماي بسرعة أنه من المهم جدا إخراج الأطفال من الجزيرة، حيث توصلت المجموعة إلى خطة لاستدعاء طائرة الإمداد عن طريق التخلص من الطعام، حتى يتمكنوا بعد ذلك من التسلل على متن الطائرة والبقاء حتى يصلوا إلى البر الرئيسي. تسير الخطة بشكل مثالي حتى يفشل داريوس وياز في العثور على صندوق الطاقة لمنصة التغذية، ويوقظ سعال كينجي بطريق الخطأ التيركس. يجتمع كينجي ومجموعته مجددا مع داريوس وياز عندما يعثرون على صندوق الطاقة ويدمرونه،
ويحذرونهم من اقتراب التيركس، لكن ياز تتجمد خوفاً حتى يستدير كينجي ويسحبها لإجبارها على البدء في الجري. نجحت الخطة وستصل الطائرة في غضون 3 ساعات، ولكن بينما كانوا يحتفلون اكتشفهم براد وتجاهل أوامر ماي بالتنحي، مما أجبر المجموعة على الفرار. يحاولون الوصول إلى النفق المؤدي مباشرة إلى مهبط الطائرات، لكن المزيد من براد يصلون وتضطر المجموعة إلى اتخاذ نفق مختلف. تخدع بروكلين براد لتدمير نظام القفل وسجن الروبوتات داخل النفق. وصلوا لمكان مثلج وبارد جدا، حيث أخذت المجموعة بعض كاسحات الثلج من شركة مانتا. في الطريق تعاني ياز من كابوس تعرضها لهجوم من قبل موساسوروس. هذه المرة يجدون كنتروسور يدعى بيرس الذي كان يموت بسبب انخفاض حرارة جسمه. على الرغم من رغبتهم في اللحاق بالطائرة، وافقت المجموعة على المساعدة في إخراج بيرس من المنطقة عن طريق سحبه على بعض الصفائح المعدنية بالكاسحات. يهاجمهم براد المشرف على بيرس، لكن ياز تمكنت من إلقائه في مياه البحيرة المتجمدة التي كانوا يمرون فوقها. بعد إنقاذ بيرس تواجه ماي ياز وتقنعها بالتحدث مع أصدقائها حول مشاكلها قبل أن ترسلها معهم للحاق بالطائرة، لكنهم للأسف يصلون بعد فوات الأوان ومغادرة الطائرة. بينما يحاول داريوس تهدئتهم بأنهم فعلوا الصواب، يقنعه بين بالعودة معه إلى ماي. مع رحيل داريوس تنهار ياز تماما وتخبر الآخرين عن كوابيسها ورغبتها في العودة إلى المنزل. في هذه الأثناء اقترب براد عدواني من رجل وأمره الرجل بسرعة بالهدوء، ثم يسأل الرجل الروبوت عما إذا كان بيرس قد مات بسبب تركه في البرد، وهو ما يرد عليه براد بأن براد الذي يراقبه لا يستجيب، مما يثير غضب الرجل بشدة. يقرر داريوس البقاء وإيقاف أفعال الشركة ومساعدة الديناصورات. يساعد داريوس وبين ماي في التعامل مع بيرس في الداخل، بينما تأخذ سامي ياز لأخذ قسطا من الراحة. تقوم بروكلين وكينجي بإزالة العقاقير من منطقة تيركس، ويشاهدان إيتي الصغير المصاب بشكل بليغ. يأتي الرجل وبراد إلى مكان ماي، ويجد الرجل مجلة ماي التي تحتوي على بحثها، وتلاحظ ياز وسامي وتتعرف سامي على هذا الرجل. وعند التقاء المجموعة تكشف سامي أن الرجل هو كاش الذي ابتز عائلتها لإرسالها إلى العالم الجوراسي. وتقرر سامي الغاضبة أن تواجه كاش ليعرف الجميع أن كاش هو رئيس ماي. تواجه ماي كاش بشأن أفعاله تجاه ديناصوراتها، وتقول إنها لن تسمح له بالاستمرار. ثم يقلب كاش البراد ضدها ويأمرهم بقتلها. يتم إنقاذ ماي من قبل المراهقين الذين يدمرون البراد. تتواجه ماي مع براد آخر، وكاد أن يصعقها. قفز عليه فيلوسيرابتور وهاجم ماي وتسبب بإصابتها. المجموعة محاصرون بواسطة فيلوسيرابتور، لكن سامي تستخدم بعد ذلك أحد البراد التالفة لإصابة المخلوقات المفترسة وإخافتها. يأخذ المجموعة ماي إلى مكان لا يمكن رؤيتهم فيه. يراقب بين كاش ويلاحظ أن لديه هاتفا. يحاول بين مساعدة ماي الجريحة، بينما يحاول الآخرون الحصول على هاتف كاش وطلب المساعدة. يتم استدراج التيركس وبيرس إلى المجمع، حيث يوجد كاش بواسطة برادز، وتجبر طائرات مانتا كورب بدون طيار المخلوقان على القتال. توصل أعضاء المعسكر الستة إلى خطة لإخراج كاش بعيداً وإيقاف القتال والحصول على الهاتف. ومع ذلك، عندما تعاني ياز من نوبة ذعر بعد سماع زئير التيركس وبيرس على بعضهما البعض، يقرر داريوس الذهاب والحصول على الهاتف بنفسه من المجمع. يستخدم كاش الطائرات بدون طيار لإجبار الديناصورات على القتال. في هذه الأثناء يتسبب بين وسامي وياز في حدوث انفجار، مما يؤدي إلى ظهور إشارة على شاشة كاش، الأمر الذي أجبره بعد ذلك على المغادرة مع براد ومعرفة ما يحدث. ومع ذلك بعد أن لاحظ أنه ترك هاتفه أرسل براد للحصول عليه. يتسلل داريوس إلى الداخل ويستخدم الشاشة لتحريك الطائرات بدون طيار، مما يوقف القتال لفترة وجيزة. ومع ذلك يظهر براد، مما يؤدي إلى اختباء داريوس وفقدان السيطرة، ثم يستأنف القتال. يحصل داريوس على الهاتف ويدمر براد ويتصل بشخص ما، لكن كاش يوقفه ويأخذ الهاتف وينهي المكالمة. الشخص الذي اتصل به هو شقيقه براندون، الذي صدم عندما علم أن داريوس على قيد الحياة. من أجل كسب ثقة كاش كشف داريوس لكاش أنه جاء من جزيرة إسلا نوبلار، لكنه لم يذكر باقي المجموعة، ويتصرف وكأنه يكره الديناصورات. يحاول الخمسة الآخرون إيقاف القتال عن طريق تدمير بعض الطائرات بدون طيار، بينما يقنع داريوس كاش بإيقاف القتال بالقول إن الديناصورات باهظة الثمن. يذهب كاش وداريوس إلى ميد باي مع التيركس الذي تم تهدئته من قبل براد.
بعد أن أخبرت ماي المجموعة أن هناك منصة في الصحراء يمكنهم استخدامها للوصول إلى ميد باي، ولكن يطاردهم سبينوسور والنمر ذو الأسنان السيفية، وعند محاصرة النمر لهم يقتله السبينوسور. تهرب المجموعة ويجتمع داريوس معهم لفترة وجيزة، حيث يكشف عن شريحة وجدها ويعتقد أنها تستخدم للسيطرة على الديناصورات. ثم قرر البقاء مع كاش والعمل كجاسوس للمجموعة. بالعودة إلى منزل داريوس، يتعهد براندون بالعثور على داريوس وإنقاذه. ليلا يخرج داريوس ويركض باتجاه أصدقائه ليضربه براد إكس بقنبلة، وهو نسخة جديدة طوره كاش ليكون أكثر صلابة، وسيكون رقيبا على داريوس. يأمر كاش داريوس بحقن سباينوسورس بشريحة التحكم، ويرسل معه براد إكس. يذهب داريوس لتنفيذ المهمة، ويطارده سباينوسورس، ويحاول براد إكس قتله أيضا اعتقادا منه أنه هرب. وأثناء هروب داريوس يمسك سباينوسورس براد إكس ويدوس عليه، ثم يستخدم داريوس غازا منوما ضد سباينوسورس. ومع ذلك يظهر براد إكس مرة أخرى بعد أن يستيقظ داريوس، مما لا يترك له أي خيار لتنفيذ مهمة كاش. لحسن الحظ نجحت بروكلين في إعادة برمجة براد وتتواصل مع داريوس عن طريق براد إكس، ولم يضطر داريوس إلى حقن شريحة التحكم. يمتدح كينجي بروكلين ويخبرها أنه يحبها مما يجعلها مصدومة، وسرعان ما يتراجع كينجي المحرج. أبلغ داريوس وبراد إكس كاش بالتقدم، لكن الاختبار فشل. لاحظ كاش بعد ذلك فشل الاختبارات الأخرى، الأمر الذي جعل كاش يتساءل عما إذا كانت الرقائق ستعمل على مخلوقات أكثر قابلية للتأثر، الأمر الذي أثار رعب داريوس. بينما يتوجه الخمسة إلى ميد باي لإنقاذ الديناصورات الصغيرة بمساعدة داريوس، يبقي داريوس كاش مشغولا بألعاب الفيديو. لا تزال بروكلين تشعر بالاشمئزاز عندما أخبرها كينجي بأنه يحبها وتتجنبه. تنقذ بروكلين وياز سبينوسيراتوبس صغيرا كما تفعل سامي وكينجي، ولكن بعد أن عرفت أن سبينوسيراتوبس الصغير من العينات التي أخذتها من سينوسيراتوبس في إسلا نوبلار، تشعر سامي بالذنب. ينقذ بين براكيوسوروس صغيرا لكن بصعوبة. أثناء مطاردة صغار الديناصورات لبعضهم يصطدم أحدهم بلوحة قواطع الكهرباء، وبعد توقف الطاقة تعرض الخمسة للهجوم من قبل سيراتوسوروس. بينما يقود كاش داريوس إلى ميد باي لاستكشاف الخلل، يهرب الخمسة الآخرون، وتأخذ بروكلين وكينجي أحد سبينوسيراتوبس إلى المنطقة الثلجية. يواجه داريوس وكاش السيراتوسوروس في ميد باي، لكن يتم تهدئته بواسطة براد إكس. ثم لاحظ كاش أن الديناصورات الأخرى قد اختفت، ويرسل الروبوتات لإحضارهم. يأخذ كينجي وبروكلين سبينوسيراتوبس إلى المجموعة. يتم القبض على براكيوسوروس من قبل بعض براد إكس، ويتم نقله إلى كاش وداريوس، حيث يقوم كاش بحقن شريحة التحكم في الديناصور، الأمر الذي يثير رعب بين وداريوس. توصل الخمسة الآخرون إلى خطة لإيقاف كاش، وأخبر بين داريوس من خلال براد إكس. ومع ذلك فإن الخطة معقدة بسبب هجوم مجموعة من البترانودون وسرقة التابلت. بعد نجاتهم كشف بروكلين وكينجي أخيرا عن مشاعرهما لبعضهما البعض، وأصبحا حبيبين. يستعيد بين التابلت ويتم اقتياد كاش إلى منزل ماي، حيث يتم حبسه بعد ذلك، الأمر الذي يثير غضب كاش. ثم يتم لم شمل داريوس مع الآخرين، الأمر الذي يسعدهم كثيرا. يشعر كينجي بالذنب بشأن الطريقة التي تصرف بها تجاه داريوس على متن القارب، لكن داريوس لا يحمل أي ضغينة، ومع ذلك لم يخبره كينجي عنه وعن بروكلين في البداية. بعد أن قال داريوس إنه لا يحب التغيير، يتوجه بين وماي إلى ميد باي حتى تتمكن ماي من إزالة شريحة التحكم من براكيوسورس، وهو ما تفعله بنجاح. أثناء اصطحاب ريبل إلى المنطقة الصحراوية، تخبر بروكلين ياز وسامي عنها وعن كينجي، الأمر الذي أسعدهم كثيرا. لسوء الحظ يطاردهم سباينوسور. بعد ملاحظة هروب كاش من منزل ماي، يتوجه داريوس وكينجي إلى المجمع، حيث يجد داريوس كاش ورئيسه، وسمع الرئيس يقول إنهم سيأخذون بيرس إلى منطقة أحيائية جديدة ويستخدمونه كغذاء. لإيقافهم يتوجه داريوس وكينجي إلى غرفة معادلة الضغط. تأخذ سامي وياز وبروكلين أنجل وريبل إلى المنطقة الثلجية، وعند مغادرتهم اقترب منهم ما يعتقدون أنه براد إكس التابع لداريوس، والذي أخبرهم أن بيرس في خطر. يتوجه داريوس وكينجي إلى الغابة، ويكشف أنه وبروكلين حبيبين، مما أثار صدمة داريوس وسعادته. ينقذ بين وماي بيرس، ويتصدى بين لبعض برادز قبل أن يصعد هو وماي وبيرس إلى المنصة التي ترتفع. يتم ملاحقة داريوس وكينجي من قبل مجموعة من الديلوفوسورس، وينتهي بهما الأمر باللحاق ببين وماي وبيرس. تصل بروكلين وسامي وياز بعربة الثلج ويطردون الديلوفوسورس.
صدم بان عندما علم بأمر كينجي وبروكلين. تسأل بروكلين بخصوص التحذير، وهو ما ينفيه كينجي، ثم يدرك داريوس أن هذا فخ تحاصرهم مجموعة من براد إكس. كشف الرئيس يقتربون منهم، ومع ذلك يصاب الرئيس بالصدمة عندما يرى كينجي، بينما يتعرف عليه كينجي على أنه والده، الأمر الذي يثير صدمة المجموعة. إلى هنا ينتهي الموسم، فما رأيك؟ اكتبه في التعليقات، وإذا أعجبك الفيديو اشترك في القناة للحصول على المزيد من الملخصات. إلى اللقاء.